السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا رزاع. فيديو جديد من قناتكم قناة رزاع في أول النهاردة. رسميا جينا في فيديو قوي جدا جدا جدا، نقول لكم على أقوى ثغرة رسمية موجودة في اللعبة. الثغرة دي طلعت لي أنا عمرو، طلعت لي حكانة شان هالوجلو 102، طلعت لي كمان إيمانويل بيتت 102، طلعت لي رحيم السلنج 101. فممكن كمان تنفع معاك وتطلع لك لاعب قوي. النهاردة جيت وكمان هجربها مع نفسي وأوريكم إن هي فعلا بتطلع لعيبة قوية. ولكن قبل ما نبدأ أتمنى منك إنك تصلي على النبي، وكمان تشكر الله وتدعمني وتضغط على زر اللايك وتنضم لعائلتنا عائلة الرزاق وتشترك هنا في القناة وتروح تعمل متابعة صفحتنا على الفيسبوك. هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. ويلا بينا على فيفا. وادي هنا وهي رزيعة دخلنا على لعبة اف سي موبايل، وندخل طبعا على باكج المتجر، وبالتحديد باكج ال 3000 جوهرة، لأن ده اللي هنطبق عليه الثغرة بتاعت فيديو النهاردة. وأنا الصراحة هجرب في باكج الهالوين لأن في لعبة قوية. يعني أنت عندك هنا العويران، عندك نيك ويليامز، عندك كوندي، عندك مارش ريستا، عندك لعيبه كتيره. وهنبدا النهارده نطبق عليهم الثغره، واللي ان شاء الله يطلع لي حد فيهم. هنفتح طبعا بباكج 3000. طبعا الثغره مش من بره خالص، انت تفتح الباكج عادي جدا. هتدوس اول حاجه على اللاعب، تبدا تقلب في طاقاته وتطلع خالص بقى منه. تدوس على اللاعب التاني، تبدا تقلب في طاقاته عادي جدا ونطلع، وتدوس متابعه ونقول بسم الله، وان شاء الله الثغره تنفع معانا. بسم الله. اسباني، نيكو ويليامز، نيكو ويليامز يا جدعان. نيكو ويليامز مش عارف، انا عايز اقوم اعمل عقبه ورا بس المشكله الكاميرا. نيكو ويليامز يا جدعان 103. قلت لكم الثغره قويه جدا. ثغره يا جماعه مستحيل حرفيا اي حد يطلع بثغره. طلعت باثنين لعيبه 102 وده هو 103. نيكو ويليامز يا جدعان، لو اقوى واحد في الباكج هو والعويران. نيكو ويليامز 5 قدم ضعيفه، 4 حركه مهاره. اديني بص على طاقته يا لهوي. نيك ويليامز الثغرة دي قوية جدا جدا جدا. جربها مرة واثنين وثلاثة حرفيا هتكون هاكر معاك حرفيا. النهارده الحمد لله طلع لي نيكو ويليامز 103، أقوى ال دبليو في اللعبة بدون أي منازع. أنا طبعا هركي تصنيفه دلوقتي، يعني هركيه الأحمر وبعديها دلوقتي هركيه طبعا لل 106، بعديها هركيه للأحمر. تمام، متابعة. فالصراحة يا جماعة الجليتش قوي جدا جدا جدا، أنصحكم بيه وبشدة. والصراحة الجليتش قوي جدا. خط الوسط ده كله الجليتش ده طالع بيه، وكمان نيك ويليامز وكمان رحيم ستيرلينج النسخة دي هو اللي طالع بيهم. فالصراحة الجليتش ده قوي جدا 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 وأنصحكم بيه وبشدة. الصراحة رحيم ستيرلينج قوي. ولكن دلوقتي هنقول التدريب بتاعه. تعالى عايزين نقط هم. فالصراحه يا جماعه الجليتش قوي جدا. انت هتخش على الباكج عادي، تفتح الباكج، هتدوس على الاتنين لعيبه البرونزيين او الجولد اللي هيطلعوا لك في الاول، اللعيبه ال70 او اللعيبه ال60 50 نقطه. تدوس على اللعيبه دول، الف في طاقتهم، بعدها ادخل على الباكج وسمي الله، وان شاء الله هيطلع لك لاعب. ممكن ما ينفعش معاك في باكج، ممكن ما ينفعش معاك في باكجين، ولكن الجليتش 100% هينفع معاك. جربه مره واثنين وثلاثه واربعه وان شاء الله هينفع. الصراحه الجليتش قوي جدا جدا وانصحكم بيه وبشده. نقول التدريب من رحيم ستيرلينج لنيك ويليامز. الصراحه برضو رحيم ستيرلينج نسخه قويه، ولكن نيك ويليامز 103 اقوى ال دبليو في اللعبه وبدون اي منازع الصراحه. خلاص بقى قريب، باقي قليل قوي نوصل على 106. وبص بقى دلوقتي ايه، هنشوف طاقات اللاعب نيكو ويليامز. حرفيا هيكون هاكر على ارضيه الملعب 106. واخليه ال 107 هطوره الاحمر، ولكن لما يكون معايا نسخ مسكرون. بص على الطاقات، بص يا لهوي 143 سرعه. يعني ده جحش بيجري في الملعب. 5 قدم ضعيفه، 4 حركه مهاره. حرفيا لاعب اسطوري يا جدعان. اللاعب قوي جدا جدا جدا. وبس وبكده يا رزاع نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك ان تكون صليت على النبي ذكرت الله ودعمتني ودوست على زر اللايك وانضميت لعائلتنا عائله الرزاع واشتركت هنا في القناه. وجود باي.